السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج الناس لنسخة كأس العالم فيفا قطر 2022، واللي فيها بإذن الله هنتكلم عن كل الأحداث والمباريات اللي بتحصل في كأس العالم في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي. وبإذن الله يا رب الفقرة دي تنول إعجابكم والسلسلة دي تنول إعجابكم وتستحسنوها يعني وتحبوا تتفرجوا عليها. يعني أنا بالنسبة لي بتفرج على كأس العالم من زمان من وأنا صغير. يعني بس الفترة دي يعني دي حاجة كأس العالم ده مختلف بالنسبة لي، أولا لأن دولة عربية إسلامية هي اللي بتنظمه. ثانيا عشان أنا يعني في المجال برضه أنا لسه برضه مش كبير ولا حاجة، بس بدأت أعمل فيديوهات على اليوتيوب كده. فهتكلم براحتي كده عن كأس العالم وأبدأ أحلل فيه والكلام ده. أنا ببسط، أنا بحب جدا كأس العالم، بتفرج عليه من أيام ما كنا صغيرين خالص 2002 و2006 وكده يعني. قبل ما نتكلم عن الافتتاح وقبل ما نتكلم عن المباراة، ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناة لو انت مش مشترك، وتحط لنا رأيك في كومنت على الحلقة، وتروح على صفحة الفيسبوك صفحة النسر، ويعني كده زورنا زورة حلوة، زورونا تجدوا ما يسركم بإذن الله. فنخش نتكلم عن الافتتاح ومباراة الافتتاح النهاردة بين قطر والإكوادور. قبل ما نتكلم على المباراة والأداء اللي حصل في المباراة، لازم نتكلم طبعا الافتتاح المبهر والعظيم اللي حصل من قطر النهاردة، اللي كانت فيها بتشرف كل العرب والمسلمين في اللي هي الثقافة الإسلامية العربية بتاعتنا، اللي انت قاعد بتتفرج ومش قلقان تيجي مشهد كده ولا كده لواحدة كده واحدة كده حاجة كده يعني. برضه انت قاعد مطمئن. الأول كنا بنتفرج وانت قلقان ممكن حاجة وأهلك بيتفرجوا معاك تيجي تتكسف وهم قاعدين. لا دلوقتي انت قاعد مطمئن بسبب الشروط اللي حطتها قطر، يعني شروط عظيمة جدا. بتمنى لكل الدول العربية تحذو حذو قطر في الحكاية دي، اللي هي المحافظة على التقاليد والعادات العربية الإسلامية، العربية الأولا والإسلامية الثانية. فده كان كلمتين على السريع كده على موضوع حفل الافتتاح اللي بصراحة شرفنا كلنا، ونخش بقى نتكلم عليه على المباراة واللي حصل فيه. لما نيجي نتكلم عن مباراة الافتتاح ما بين قطر والإكوادور، فأنت بتتكلم عن أول حاجة نتكلم عن منتخب قطر، هو أول مرة يلعب في كأس العالم أصلا. تمام. يعني هو حاول قبل كده يصعد كاس العالم ولكن ما حصلش نصيب، فالمره دي هو ايه يعني اول مباراه كاس عالم، والمباراه على ارضه وسط جمهوره، والضغط بتاع اللي انت لازم تشرف المنتخب ولازم تشرف العرب ولازم ولازم ولازم، فكل ده اللعيبه نازله بيه على ظهرها مش قادره تلعب. يعني انت لو اتفرجت على اول دقيقه ونص اللي هو الجون اللي جه واتلغى ده، الحارس طالع بيمسك في الهواء، طالع يقفش في الهواء. فانت الدماغ هنا خلاص مش موجوده، دماغهم مش حاضره في الماتش. فده طبعا بيأثر على جسمهم، فجسمهم مش قادر يعني مش قادر ياخد الأوامر من دماغه، خلاص جسمه عطل. فمنتخب قطر فضل في التوهان والارتباك اللي هو فيه ده لحد الدقيقة 60 70 من الشوط الثاني. ويمكن بعد كده كمان يعني قطر طول الماتش ما سددوش غير تسديدتين بس على المرمى، والتسديدتين دول واحدة في الدقيقة، مش تسديدة كمان، ده هي فرصة خطرة جت في الشوط الأول في الدقيقة 95 الدقيقة 5 من 5 من الوقت بدل الضايع في الشوط الأول. يعني عملها بدماغه كده معز علي وطلعت بره. والشوط الثاني شوطه من مونتيري برضه في الدقيقه حاجه في الاخر الشوط برضه يعني طلعت لوب كده من فوق الجون. دي الكور اللي راحت بقى قطر، انما طول الماتش ما فيش قطر خالص. كمان المدير الفني بتاع قطر تايه طول الماتش، يعني عامل تغيير واحد. تخيل الاداء الزفت اللي احنا اتفرجنا عليه ده كله، وهو تغيير واحد اللي عمله، ما فكرش حتى ينشط الدفاع كان كارثي. دفاع قطر كارثي، يعني هو بادئ ب 4-3-3، يعني كارثه. طب انت شفت كده نزل يعني سقط واحد معاهم طالما خلاص انت مش هتقدر تلعب، مش هتقدر تجاري منتخب الاكوادور، مع ان منتخب الاكوادور انا شايفه يعني متواضع جدا يعني، وممكن هيبقى ثالث في المجموعه دي. اللي يصعد بالمنظر ده يصعد هولندا والسنغال، انما ده نتكلم عليه بعدين. انت مش قادر تجاريهم في الهجوم، خلاص قفل دفاعك ورا بقى، خلاص ما تستقبلش تاني، الدنيا باظت منك خلاص. انما يعني نص الملعب ما كانش موجود. انت لو بصيت على منتخب قطر كنت هتلاقيه دفاع وواحد في الهجوم، وباقي اللعيبه مش موجوده، مش موجوده حرفيا. ما فيش حد بينقل الكوره من الدفاع، ما فيش حلقه الوصل دي. حلقه الوصل اللي هو كان المفروض الهيدوس واكرم عفيف، اكرم عفيف والهيدوس مش موجودين، مش موجودين تماما، الفرقه ضايعه. فطبعا ده يعني انا يعني ممكن اعيد ده اللي هو حوار الضغط، ولسه اول مباراه ليهم في كاس العالم في تاريخهم والحاجات دي ممكن نعديها. انت تقدر تبدا تحاسبهم من المباراه الثانيه اللي هتبقى قدام السنغال، ان انا شايف برضو السنغال هتبقى تقيله قوي على منتخب قطر، هتبقى تقيله جدا. الناحيه الثانيه منتخب الاكوادور هو بادئ ما فيش عليه اي ضغوط خالص، ممكن يكون عليه ضغط اللي هو برضو المباراه الافتتاحيه وكده، ولكن مش نفس ضغوط قطر اللي هي اول مباراه في تاريخه في كاس العالم وعلى ارضه وسط جمهوره. ده برضو عمل ما يعني الضغط قليل جدا عليهم، وبيلعبوا بحريه. جابوا جون في الدقيقه 1 ونص ولكن الحكم لغاه. انا شايف بصراحه يعني
حاسس كده ان الالغاء يعني جه مجامله، يعني لان تمام لما جم عادوها ورجل اللاعب متقدمه، بس رجل الحارس هي اللي ما بانتش. انا كان نفسي اشوف الزاويه اللي فيها الحارس ما بانش خالص، يعني كان مايل كده، ما اعرفش يعني ممكن تبقى اوفسايد الله اعلم. ولكن دي كانت بدايه المباراه زي ما قلنا في الاول برضه. منتخب الاكوادور طول الماتش ماسك الكوره، حرفيا ماسك الكوره. منتخب قطر مش عارف يعمل باصتين على بعض، باصه الثانيه بتتقطع منها كذا كره اتقطعت جوه منطقه جزاء قطر وهم بيبداوا من ضربه المرمى. تخيل عامل الليله عامله ازاي. المباراه النهارده، وعلى فكره المباراه النهارده مش حلوه، المباراه ممله جدا. انت لو جيت سمعت 2-0 وجون ملغي، انت قلت هتقول بقى ايه، بص الدنيا مفتوحه ايه. لا مش يعني ماتش ممل جدا. قطر سيئه جدا والاكوادور سيئه بس مش جدا. انت كان يعني تقريبا ده من اسوأ مباريات الافتتاح اللي انا شفتها، المباراه دي. فنتمنى المستوى يعلى مع الفتره الجايه ان شاء الله، ونتمنى منتخب قطر يفوق. يعني انا من قلبي بصراحه نفسي منتخب قطر يصعد من المجموعات ويوصل لدور ال 16. ولكن واضح من المستوى ده اللي هم مش هيكملوا، هيبقى ممكن يبقوا مركز رابع كمان في المجموعه دي لو استمروا بالمستوى ده. وان شاء الله بقى المنتخبات العربيه في البطوله تشرفنا. الواحد بصراحه في الحوار الاعتماد على المنتخب العربيه ده معتمد على منتخب المغرب. منتخب المغرب يعني هو اكتر منتخب عربي بيقدم كره حلوه دلوقتي بعد منتخب مصر طبعا. يعني الواحد ان شاء الله منتخب المغرب كده يعمل حاجه ويشرفنا كده والعرب كلهم. ولكن لو جينا بقى يعني توقع انا وتمنياتي اللي يفوز بكاس العالم، اللي عارف لما يكون في فيلم اجنبي كده والنهايه سعيده، النهايه السعيده بتاعت ميسي في الكوره هو ان هو يفوز بكاس العالم مع الارجنتين، عشان يبقى احسن لاعب في تاريخ الكوره دي. اصلا هو لحد دلوقتي مارادونا عمال بيعافر معاه عشان كسب كاس العالم. ميسي لو خد كاس العالم خلاص كده الناس هتنسى مارادونا. فاتمنى ان شاء الله نستمتع بالبطوله اكتر، واتمنى الفكره اللي انا عملتها بالبرنامج ده تعجبكم ان شاء الله. ويا ريت لو في اي تعديل حد عايز يقترحه عليا يكتبوا لي في الكومنت عادي جدا. واحنا انا لسه بادئ برضو يعني ايه، بتلمس الطريق كده. فباذن الله تعجبكم يعني، وقولوا لي رايكم في التعليقات. بس يا سيدي ده كان اللي حصل النهارده في اليوم الاول واليوم الافتتاحي من بطوله كاس العالم فيفا قطر 2022. وباذن الله مستمرين في الحلقات دي، ومستني منكم الدعم بقى واللايك والكومنت والسبسكرايب للقناه والشير طبعا. انشروا الفيديو مع اصحابكم عشان الناس اكتر تشوفه. واتمنى دعمكم ان شاء الله برضو، اكررها تاني ودعواتكم كده في البرنامج الجديد. واشوفكم في حلقه جديده من برنامج النسر. لحظه قبل ما تقفل البرنامج، لو انت وصلت للجزء ده في الحلقه، فاحب اقول لك ان شاء الله هعمل قناه جيمنج باذن الله. يعني ابقى انزل فيها فيديوهات بقى لعب والكلام ده للناس اللي بتحب الجيمنج وكده. فاتمنى منكم دعم ان شاء الله، وقريب جدا ان شاء الله القناه دي هتفتح. واستنونا بقى. شكرا ان انت وصلت لاخر حته في الفيديو. السلام عليكم.